السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنقدم وصفة سهلة وبسيطة جدا، وهي البسكوت الملفوف. البسكوت الملفوف ده ما اقولكيش على الجمال والشياكة والطعم يعني والحلاوة بتاعته. احنا هنقول المقادير بتاعتنا باذن الله، وان شاء الله المقادير بتاعتنا هتعجب، يعني الوصفة بتاعتنا هتعجبكم، والمقادير سهلة وموجودة في كل بيت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا 4 كوبايات دقيق. 4 كوبايات دقيق دول يعني مش هناخدهم كلهم، تمام. ونص كوبايه زيت، وكوبايه الا ربع سكر. وهنا ورقه بيكنج باودر مش هناخدها برده كلها، ورقه فانيليا طبعا عشان البيض، ومعايا بيضتين ومعلقتين كاكاو ومعلقتين مربى للتزيين. هي الوصفه سهله وجميله باذن الله وهتعجبكم. احنا نشيل المربى كده على جنب، دي للتزيين. وهنقول بسم الله. احنا هنا يا حبايبي هنكسر البيضتين كده. هي الوصفه سهله جدا جدا جدا، مفيهاش اي صعوبه. هنا معايا البيضتين والفانيليا، ومعانا الزيت. تعمليها بسمن مفيش مشاكل، هتعمليها بزيت. انا عامله ميكس بين الزيت والسمن بصراحه، والسكر. شايفه الوصفه سهله جدا. هنضربها كده بالمضرب. بسم الله. لا محتاج خلاط ولا محتاج مضرب كهرباء. احنا كده خلاص المضرب مش هنحتاجه تاني. هنعمل ايه يا حبايبي؟ الدقيق ده منخول. هنحط على اول كوبايه كده ورقه الا ربع كيس بيكنج باودر. احنا ناخلينه كويس قوي، واحنا مش محتاجين ان هو ينفش، احنا بس محتاجين ان هو يكون هش. هنضيف الدقيق بالبيكنج باودر. بسم الله. هنقلب بايدينا. طبعا غاسلين ايدينا، وانتم متعودين ان انتوا ايه تغسلوا ايديكم قبل ما تبتدوا عجين. انا ما بحبش اشتغل بالجلافز. الوصفه دي سهله جدا جدا جدا. مقولكوش بقى على طعمتها وشكلها لما تقدميها. هنحط الكوبايه التانيه. بصي احنا قلنا ممكن ما ناخدش كوبايتين الدقيق كلهم، تمام. ال4 كوبايات قصدي، ممكن ناخد اقل. المهم تبقى العجينه معايا كويسه. شايفه لسه العجينه لازقه في ايدي طبعا. شايفه احنا ما بنحطش الدقيق كله مره واحده، احنا بنحط شويه شويه لغايه ما نشوف العجينه وضعها ايه معانا. انا هعجن وارجع لكم واقول لكم هنعمل ايه. اهو يا حبايبي العجينه بعد ما اتعجنت كويس جدا. طبعا هي لسه هتحتاج حاجه. احنا هنعمل ايه؟ على فكره خدت ال3 كوبايات بس دقيق. احنا الدقيق ده للزياده، يعني ممكن ايه في دقيق بيشرب السمن وما يعني وفي الدقيق ما بيحتاجش سمن. السمن ما بيحتاجش دقيق، تمام. هنا كده بنقسم العجينه نصين.
نص هنحط عليه الكاكاو ده، تمام. وهنحط على دي معلقتين دقيق عشان يبقى فيه توازي وتعادل بين العجينتين، تمام. يبقى دي هنحط لها ايه، معلقتين دقيق بالشكل ده، يعني مش كتير، تمام. وهنعجنها كده كويس علشان نعرف نفردها. خلاص انا هعجنها وهحط العجينه دي، هضيف عليها الكاكاو وهعجنها وارجع لكم. اهو يا حبايبي احنا طبعا عجننا العجينه كويس جدا، وهنا ضفنا الكاكاو وعجناه كويس جدا. وهنشوف هنعمل ايه، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنشوف هنعمل ايه. احنا هنا معانا العجينه البيضه دي، تمام. احنا عايزين هناخد منها حته بالشكل ده، وهنرش دقيق على الرخامه. طبعا الرخامه عارفين مغسوله كويس جدا، وهنفرد بالشكل ده. لو اتقطعت معاكي مفيش مشاكل، المهم انك انت ايه تظبطي. احنا بنقطع عشوائي وفي الاخر هقولك هتقطعي ازاي، تمام. احنا قطعنا سمك نص سنتي، وهنجيبها بالشكل ده. اللي تقطعت تركنيها برضو عادي. انا هوريكم واحده هنعملها ازاي وهنرجع نشوف عملنا ايه. ظبطيها كده معاكي مفيش مشاكل. احنا ايه مش عايزين يعني تظبيط الحواف ده عادي جدا، مفيش اي مشكله، تمام. هنحط البني بتاعتنا بالشكل ده، شايفه؟ ما تخافيش لو اتقطعت برضو. احنا هنشوف هنعمل ايه، هوريكي طريقه سهله وما تخافيش. هنجيب سكينه بالشكل ده كده ونظبط الحوايف بتاعتنا. احنا كده مبدئيا هنشوف وانتي رتبي براحتك، انا بوريكي اللي المفروض يتعمل، تمام. وهنفرد كده، متخافيش لو اتقطعت معاكي العجينه مفيش اي مشكله، كله ده مش هيبقى ايه باين عندي. خلاص هنعمل ايه، بصي هنقطع بالشكل ده بسم الله، شايفه؟ طبعا احنا هنعمل ايه، هنلف كده، تلفي، شايفه الشكل؟ بتلفي ما تخافيش، حتى لو اتقطعت ما تخافيش حبيبتي، شايفه الشكل هيبقى ازاي؟ ظبطيه كده. ومعانا صينيه مدهونه سمن ومرشوشه دقيق، هوريكي واحده تاني ما تخافيش وهي بتتقطم، شايفه؟ بسم الله، شايفه الشكل؟ شايفه؟ احنا مش عايزين تبقى ايه واحده قد يعني مش عايز، احنا عايزين نفس المستوى يبقى واحد، تلزقيها كده في بعض، شايفه؟ هنا كده اهو، بصي انا عايزه احففها كده بحيث ان بصوا يا حبايبي، شايفه هنا؟ شايفه الشكل ده؟ وتكون في سوا بعد كده،
تمام. احنا هنكمل الصينيه بتاعتنا وهرجع لكم ونشوف عملنا ايه. اهو يا حبايبي احنا رصينا الصينيه بتاعتنا وضغطنا عليها بالشكل ده جامد، بتفرد معاكي طبعا. شايفه الشكل، شايفه شكل الصينيه في منتهى الجمال، والطعم كمان هيبقى رائع رائع رائع، هيعجبك باذن الله جدا. احنا طبعا لازم نضغط كده علشان الشكل الرسمه بتاعتنا والعجين بتاعنا يلزق في بعضه. تمام. هنحط الصينيه في الفرن. طبعا احنا مولعين الفرن بتاعنا من قبل ما نشتغل. تمام. يعني هتستوي طبعا، هتتابعيها وهتستوي تحمر بسيط كده من فوق ومن تحت، وبعد كده هندهنها مربى ونقطعها ونشوف مع بعضينا. اهو يا حبايبي الصينيه بعد ما طلعت من الفرن، شايفين المنظر جميل ازاي؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، وطعمها بقى روعه 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 ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا معلقتين المربى. بص هندهن الوش كده وهي سخنه. شايفه شكلها؟ معلقتين مربى كفايه يعني جدا، مش كتير. شايفه الحلاوه والجمال؟ البسكوت الملفوف ده جميل جدا، ويعني بصي بيشرفك فعلا قدام ضيوفك وحبايبك لما بتعمليه شكل جديد للبسكوتات. شايفه ما شاء الله جميل جدا، وطعمه كمان هيعجبكم قوي. شايفه يا حبايبي؟ بس كده معلقتين مربى كفايه للصينيه. شايفه الشكل بتاع الصينيه؟ شايفه؟ انا طبعا مش هينفع اقطعه دلوقتي غير لما يبرد. هوريه لكم بعد ما يبرد عشان لازم يهدى خالص. بس ان شاء الله يا رب تعجبكم الوصفه. شايفه الشكل والجمال؟ حاجه جميله جدا وهتعجب ولادك جدا 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 باذن الله. هتجربيه وهيعجبكم قوي. وما تخافيش وانت بتقطعي العجينه، لو قطمت معاكي ما تخافيش خالص، دي ما فيهاش اي مشكله.